تضرب فيها طائرات المناطق الإسرائيلية دخل فيها طائرات الإيران وفقا للخريطة التفاعلية لتطبيق الجبهة الداخلية التابع للجيش الإسرائيلي. صحيح أن الناطق العسكري الإسرائيلي قدم معطيات مغايرة عن المعطيات التي كانت تتحدث عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الهجوم، وقال في بيانه الذي لخص هذا الهجوم بأن 100 صاروخ أطلق من إيران وتم اعتراض ذلك. سنعود إليك. نشير إلى الأخبار العاجلة. ديوان الأمير القطري أمير قطر تلقى اتصال زيد ولا قاعد برك زيد خاصة هجوم إسرائيل على إيران. ويقول الديوان الأمير القطري أن أمير قطر شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خط التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية. وهذه أخبار عاجلة من الديوان الأمير القطري. أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي بحث فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران، وبأن أمير قطر شدد على الاتصال خلال الاتصال